Come on everybody hands up. Stand up. والله جامده فشخ. الناس لسه مستنيه. ايه Everybody hands up. يا عايزين نبتدي الحلقه. خد يا عم، خد بلو بيرد اهي يا عم، بلو بيرد اهي. ايه الناس يا ابني هتصور، احنا مش شايلين تصوير دلوقتي. احلف يا ابني اللباس بتاعك. مستحيل لازم اغني. تغني يا اسطى والله. انت بتحبها. بحبها. انا يلا كده. يعني شكل ده زينهم. يلا يا عم زينهم. مين اللي هيقول سيدا سكيتو ده؟ هو لا يقول. لا انا قدام الفت. انا لا اقول. لا مش انا ولا انت اللي تقول. انت انا كده. قفلت انا قفلت. انا بقولها في الانترو اي كراي. طيب اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الخامسه من ساده سوكيتو. لا انت كده شخيت. ليه؟ هو لازم واحد يقول سيدا والتاني يقول سكيتو. طب ماشي. اهلا بكم في الحلقه 5 من ساده سوكيتو. لا بص في الكاميرا عيد تاني. يا عم اهلا بص بكم في على الحلقه الكاميرا دي. 5 من ساده سوكيتو. النهارده هنتكلم عن بارت 4 ايوه دي الجزء الثاني. الجزء الثاني من حلقه من جوجوز بيزار ادفنتشرز. تمام. ذا جوجو كرونيكلز. مش عارف هنسمي الحلقه ايه، بس هي ممكن ذا جوجو كرونيكلز هيبقى اسم هنسميها ايه. ديو في مصر. خلاص ديو في مصر. ديو على قصر النيل. دي على اصلا حلوه دي. ممكن على فكرة. ممكن بس دي نسميها الحلقه ايه؟ بقى اللي قبليها. تصدق ممكن نسمي الحلقه اللي بس قبلها. الحلقه دي هنكمل بارت 4. ماشي نكمل بارت 4 اللي هو طبعا مش فاكر حاجة. هتحطها يا عبدو والناس كلها أوهايو هتعيط معايا عشان بعيط في الحته دي. لا يا ابني ده حلو فشخ. المهم يعني هنا بقى القصه بتبتدي في موريوتشي فيليج، او يعني بلد تاون صغيره كده. تمام. التاون دي هيروح جوزيف اللي هو دلوقتي يعتبر هيروح يشوف ابنه الباسترد، اللي هو ابنه مش من الدم يعني، مش متجوز امه يعني. الباسترد سان ده اللي هو يعني واحد اتجوز اخته جابه واحد. لا لا يا اسطى لا ايه ده؟ يا ايه محارم؟ انت كده رحت على الاباما. بره عن الاباما بقى. لازم ده ابن غير شرعي عادي. ابن يعني غير مثلاً شرعي يعني ما قابل كانش بنت متجوز جزار. الست. تمام. ماشي. من الاخر كده ابن زنا يعني. يا الصلاح علمي. ايوه لا صراحة دي كلمه يعني. كلمه كلمه مصطلح يعني. بلاش انت بتطلع منك. لا مش هقولها. مش هقولها. طب اسلام يعني كانها مسبه فم قويه. ابن 30. بس يا ابني اصبر بس. المهم يعني فهو يروح يشوف جوسكي ابنه ده. تمام؟ هو اكتشف ان هو ابنه ده. جوسكي ده كان شكله شاذ قوي. لا ما كانش شكله شاذ يا عم، كان شكله عادي. بس هو زمان في اليابان اللي هم كانوا بيعملوا البومبي دي. دماغه بس عارف طبيعي. بس تحس انه رابط عارف. كيس توست على دماغه. بالظبط. دي حقيقه. هم زمان ايام المدرسه اللي هم الهاي سكول كان اسمهم ايه، الديلينكوينتس. كانوا بيعملوا الحلقه القصه دي، عامل دماغ كده شعره طالع كده طالع كده. عارف شبه مين؟ شبه الراجل في هانتر مش فاكر اسمه. ناكلز. ناكلز عيب عليك. شبه زينهم ناكلز طيب. بالظبط. مش زينهم يا عم، زينهم راجل محترم وعجوز يعني، راجل صيني تحس كده. زينهم ايوه انت مش كده. اوه ايه زينهم. لازم الشفط. انت تحب زينهم. لا مش شفط يا جماعه، الكوره وعم كده بتلعب كوره. بيعمل الكوره كده الاول، بعد كده يقوم مطلع دماغ تنين ويفضل يعمل. لا ده زينو. ده زينو. ده زينو اصلا بتكلم على زينهم. زينهم ده بقى اللي زينو. بيعمل كده. ما اعرفوش زينهم ده. زينهم ده اللي بيعمل كده. يا اسطى زينهم يا اسطى. ده مش ده شكله. زينهم. مين زينهم يا اسطى؟ يا دين امي. انا فاكر ان زينهم ده زينو. بتاع الكوره اصلا. يا ابني لسه في ده حلقة ريزر عن يا عم. هانتر. أيوة، أنا في مسميه حلقه زينو. عن هانتر بعدين. ما علينا. المهم هنتكلم لازم دلوقتي، نكمل نعمل بارت 8 حلقات بارت 4 عشان الحلقه مش هتكمل. انا محتاج اكمل الثري بارتس اللي باقيين دول. المهم فبارت 4 ده بيحكي بقى قصه ان عادي واحد قاعد في اللي هو جوز كده اهوت، وجده هيجي يزوره وهيبداوا يشوفوا حاجات غريبه بتحصل في البلد. ناس بتموت، ابيليتيز وحاجات بتظهر غريبه. دايما في حاجات غريبه. بالظبط. وكلهم ستاند ابيليتيز، وفي ارو كده بيدوروا عليه. الارو ده لما ده اللي جوزيف بيدور عليه. بالظبط. الارو ده بيخليك يبقى معاك ستاند ابيليتي. تمام. هو مش جوزيف بس اللي هيظهر في الكاركتر، هو اخونا حبيبنا جوتر هيظهر، وجوزيف هيجي. كلهم بقى بيدوروا على اي حاجه من ريحه ديو، عايزين يشوفوا ديو عمل ايه قبل ما يمشي، عشان ديو بعد ما مات ساب مصايب. ما ماتش كده وخلاص، ساب مصايب وراه. فالارو ده كان مصيبه. الارو ده اول ما بتشك بيه بيبقى عندك ستاند ابيليتي. تمام. فهم بيدوروا على الارو ده. هيبدا بقى الكاركترز تظهر. ريد هوت تشيلي بيبر، الكاركترز الديزاين بتاعها فاجر. هي عباره عن فرخه برضو، بس فرخه بتطلع كهرباء.
والمين الكاركتر طلع نار فرخه طلع كهرباء ايه يا عم الخرخه اللي بتطلع كهرباء دي ده الستاند ابيليتي. الكاركتر ذات نفسها بيلعب جيتار وجامد شكله تحفه بجد اراراكي من ده أحلى كان الكاركتر الفيوم ديزاين. غالبا. الراكي كان من الفيوم كان فيومي. لا الراكي يعني الارك ده فيه يعني في فراخ. ابيليتيز على اسامي اغاني كتير زي ما قلت. تمام. المهم القصه بتمحور على جوسكي واوكياسو صاحبه، راجل عنده اقوى ابيليتي في المسلسل، بس هو عنده اي كيو 1. هو غبي. هو الابيليتي بتاعته قويه جدا. هو حرفيا بيعمل كده بايده، والابيليتي اسمها ذا هاند، بيعمل كده بايده بيمسح الحاجه بتتمسح على طول. لا ده جبناها ديليت بيعمل ديليت على طول. يعني عمل كده هيديليت كل حاجه، بيديليت السبيس. ده حلم بجد حياتي والله قوي جدا بحب انت الحاجات دي بجد، قوي فشخ. بس هي الفكره كلها بقى ان هو ايه، هو غبي ما بيعرفش يستخدم، عنده اي كيو 1 بس، حرفيا اي كيو دماغه 1 اي كيو، فمش عارف يعمل ايه. اي كيك ما دبانه بيعرفش يعمل أي حاجة. ديكم الجبل بالظبط. غبي متخلف عقليا. فهو وجوسكي هيقابلوا بعض، هيبقوا اصحاب مع بعض في المدرسه. اكشولي هيفايتوا بعض الاول وهيبقوا اعداء، بعد كده هيتصاحبوا على بعض زي ما بيحصل في العادي يعني. الفايت بعض هو هيظهر بقى الابيليتي دي يعني ولا بس جوسكي بقى الابيليتي بتاعته حلوه. يس بس عارفه فيفا. تعرف الابيليتي ده لو واحد زي ده يتيم هتبقى وسخ. نص الكوكب مات. جوسكي الابيليتي بتاعته على فكره بتبين بقى. باي ذا واي اللوك اللي انتوا بتتريقوا عليه بتاع جوسكي ده، هو كان عامل اللوك والهير كات دي. وهو الفكره كلها ان جوسكي طول المسلسل الناس بتتريق على شعره، ولما حد بيتريق على شعره بيتعصب فشخ، بيمسكوا ياكلوا علقه بنت وسخ حرفيا. ليه بقى؟ عشان هو صغير كان عنده حراره، كانت مامته واخداه المستشفى عايزين، بس كان في تلج كتير والعربيه بتاعتهم عطلانه. هيجي واحد ما يعرفش شكله خالص، هو عارف ان عامل القصه دي هينقذه وهيوديهم المستشفى. فهو تقديرا للشخص ده، والشخص ده مش هنعرف هو مين ولا هيظهر، تقديرا للشخص ده عمل شعره كده بالقصه دي، البومباي اللي كان عاملها دي كده. عيش توست اقسم بالله توست. عيش توست طيب. الابيليتي بتاعته حلوه قوي بقى، بتبين قد ايه هو شخص طيب يعني. الابيليتي بتاعته بتفكس بتهيل، اسمها كريزي دايموند. لما مثلا السيد واحد دراعه اتكسر او حاجه اتفجرت، هو ممكن يكسرها والابيليتي بتاعته بتهيلها تاني. ايوه فدي الابيليتي بتاعته، بس ما يقدرش يهيل نفسه زي الابيليتي بتاعت سكاي كده. هيل التيم بس ما يهيلش نفسه. فالورنت ريفرنس. المهم فدي الابيليتي بتاعته. هيبداوا بقى يدوروا على الكاركتر اللي هو المين فيلن. المين فيلن ده من اجمد المين فيلنز اللي انا بحبها في حياتي، كيرا يوشيكاجي. ده راجل سالري مان عادي، الراجل محاسب تقريبا، قاعد هو عنده فتش بتاعه هاند فتش، بيحب الايدين. بيروح يختار بنات حلوه نظيفه كده شكلها امور جدا، يقتلهم ويعيش علاقه حب مع ايديهم. ده هاند فتش. ايوه ازاي كيرا اصلا بيمشي مع الايد بتاعت، يتكلم معاها ويمسك الايد ويخليها تاكله. حاجه وسخه. راجل مريض هو مريض يا ابني. هي دي حلاوه الفيلن ده بقى، ان هو مريض. هو عايز ده حاجه ثانيه. فوت فتش ده بتاع، لا ما في حاجه لا هو يعني ممكن يلعب يعني يمسك يا نهار اسود بس ما تكملش يا نهار ما اسود تكملش. هو عنده هاند فتش. تمام. شلانج هو عنده فوت فتش، هاند فتش مش فوت فتش. ده عنده فوت فتش تارنتينو. M7 عنده هاند فتش. تمام. فهو فكرته عايز كلها يبقى اسرع عشان فاهم عايز يروح عايز يروح الشغل بتاعه، يرجع من الشغل يقعد يلعب مع في الايد. بيحب الايدين، عايز يعيش حياه طبيعيه من غير اي وجع دماغ، ومش عايز حد يعرف الايدنتيتي بتاعته. تمام. ف هتبدا بقى الظروف تظهر ان هو هيقتل واحده، والواحده دي هترجع على هيئه جوست، وهتروح تقول للشباب بقى بقول لكم ايه ده، في قاتل ابن 60 وسخه بيلعب بايدي بيقتل بنات كتير فشخ. وهو عمال فعلا بيقتل بنات، وفي بنات ما حدش لحد دلوقتي عارف يقفشها. عدى دوما دوما. لا سيبك من دوما. كان بياكل ده بيلعب ده بيلعب بقى بالايدين، بيقتل بنت ويحرقها، يحرق البنت حرفيا تختفي وايديها بس بتفضل موجوده. تمام. جوتارو بقى هيبدا يدور عليها، هيقابل كشيبي روهان ده كاركتر مهمه جدا، عشان روهان ده اللي لما نتكلم عن اراكي الكاركتر بتاعته، الرسومات اللي كانت موجوده في اللوفر كانت معموله سبيشال، يعني تعاقد كده او يعني زي كولابوريشن ما بين اراكي وما بين اللوفر فرنسا، ان هو هيعمل حاجه لللوفر هتتعرض هناك. فهو عمل وان شوت مانجا كده اسمها ادفنتشرز اوف كشيبي روهان ان ذا لوفر. كشيبي روهان ده اللي هو موجود اصلا موجود في اللوفر. ايوه هو اراكي عمل قصه
كيشيبيرو قصته هو في اللوفر وهو نازل بقى بيستكشف اللوفر وكده، عملها في هيئه مانجا، والبطل كيشيبيروهان اللي هو المفروض اراكي، عشان كيشيبيروهان اصلا الكاركتر في المسلسل طلع مانجا ارتست تمام. بيرسم اول ما بيشوف حد كده يقوم فاتح دماغه وكاتب فيها. الراجل ده بيعمل اللي هو مكتوب اللي الراجل ده كتبه بالظبط، which is a very overpowered ability يعني. هو بتاع كله اوفر برضه بالظبط. لا يا عم ده في فار فشخهم كلهم. فار ستاند ابيليتي، فار عنده ستاند ابيليتي فشخ الكاركترز كلها. باي ذا واي انا نسيت امنشن ايجي، كلب الباج ابن الوسخه اللي كان بارت اوف ذا كرو وانا زعلت عليه لما مات يعني. كان كاركتر مهم قوي. المهم كان بقى رايل والفاسي في الشغل أي حاجة حاجات وسخه. ده في الكرو بتاع في ستار كلب وورز يا اسطى في الكرو مات كان مهم قوي، اسمه ايجي انا بحبه هو قوي. زعلان عليه سواء كان غير السيكا كان بيكره كل نار. المهم يعني بارت 4 الا بارت 4 فبتظهر بقى مع المين كاركتر دوت. على فكره انت وشك باين في الكاميرا وانت بتبص في الكاميرا هنا يعني، بتبص عشان تشوف الوقت اللي هو- لا انا بص هو- عشان اشوف وشك لما بتطلع لفوق هو وبتفجر هو الكاميرا. يا اسطى هو الجزء انت بتتكلم فيه ده هو مش هيجيبه وش مش مشكله. المهم يعني تنزل تحت شويه يعني كده حلو. ايوه بس يا يا عم ناس كمل بقى خلاص. هيبداوا يدوروا على الاخ كيرا يوشيكاجي دوت. كيرا يوشيكاجي الابيليتي بتاعته مشهوره على اسم باند مشهوره اكيد عارفينه. عارفين كوين؟ عارفين كوين طبعا. عارفين الاغنيه بتاعت اسمها ايه يا ربي؟ وي ار ذا تشامبيونز لا اسمها كيلر كوين. اسمها اغنيه اسمها كيلر كوين. يعني يو ار تشامبيونز طلع بعد اصلا السيزون ده بجد يا راجل بعد ايه السلام يعني ايوه يعني ده من العصر الحاجه الكام يا اسطى سيزون 4 ده غالبا لا برضو نزل في الالفينات، في اوائل الالفينات. ده قديم يا اسطى. المانجا، ايوه انا مالي بالمانجا. مهم. ما المانجا بتتعمل انمي يا حمار. ما انا عارف بجد حلف. وبعدين يا ابني المهم يعني كيلر كوين دي ابيليتي عنده ابيليتي اوفر باور يعني على شكل قطه كده كيوت وبتاع. فكيرا يوشيكاجي ده هو بيحاول يخبي الايدنتي بتاعته لحد ما يبدا يقفشوه. والطريقه اللي هيقفشوه بيها لذيذه برضه يعني، يعرفوا ان هو يفضلوا يدوروا ويشوفوا الناس اللي بتموت وبتاع لحد ما يقفشوه. هيروح عند واحده دكتوره تجميل. دكتوره التجميل دي باي ذا واي في كاركترز مهمه جدا يعني. بيروحوا مثلا مطعم، الكوك او الطباخ عنده ابيليتي ستاند ابيليتي، بيعمل اكل تحفه، بيعمل اكل فاجر، والاكل ده بيهيل لك جسمك يعني. واحد بيخش جوه مره واحده يلاقي عينيه بتدمع وكياسه ده يفضل يدمع كتير فشخ، طلع عنده دراي اي. فالابيليتي دي الاكل بتاع الراجل ده هيهيله، هيعمل له هيلينج والله العظيم. تمام. بعد كده مش عارف اكل بيتزا سيستم ياكل بيتزا تقريبا. بعد كده هيلاقي نفسه كتافه اللي كانت كتافه مره واحده كلها تتاكل كده، هتلاقي كتافه تختفي مره واحده، هتلاقي كتافه رجعت تاني زي ما هي، هتبقى هيهيل كتفه عشان كتفه كان ستيف. ده بالاكل. تمام. فدكتوره التجميل دي عندها ستاند ابيليتي، بتعمل ابيليتي كده بالتجميل، بتغير شكل البني ادم تماما، بتعمل فيه يعني تعمل عمليات تجميل لذيذه يعني. المهم فتقريبا كيرا كان عايز يروح يسرق ايديها، هيمسكوه هيعجنوه هيطلعوا ميتين امه وهياكلوه علقه بنت حرام، بس هيهرب وهيروح لدكتوره التجميل وهيغير شكله تماما. تمام. هيتحول لكاركتر تانية. فهم هندور عليه من اول وجديد تاني بعد ما لقوه في الاخر. هم اصلا لقوه من زرار قميص، حاجه يعني فضلوا يدوروا عليه بالزرار قميص. تمام. الابيليتي بتاعته باي ذا واي برضو بترجع بالزمن. كيلر بيلعب بس وبيرجع في الزمن. لا ده في الغميلة ده انمي تاني خالص، مش هتكلم عليه خالص. الثاني ده كان بيقلع اللباس يوقف بتقلع، لا بتقلع اللباس بترجع بالزمن يعني مش مشكله، مش عايزين شخصنه. المهم يعني كيلر كوين هيفضلوا يدوروا على كيرا يوشيكاجي. وزي ما بقول لك كيرا يوشيكاجي كاركتر لذيذه يعني، فيلن حلو، هو مكتوب حلو قوي، مكتوب حلو جدا. ايوه والله وابيليتي بتاعته جامده. في الاخر طبعا زي ما انت عارف الخير هيكسب. في يعني حاجات كتير مضحكه في المسلسل بتحصل. واحد مثلا عنده ابيليتي ان هو بيشم كويس، فبيعرف يشم لو حد شخ على روحه. لا يعني ممكن نعمل كات دي لو لا مش هنعمل كات. لا هنعمل لها كات، مش هينفع. انا هحاول لو قولها انت على الهادي، ما انا قلت انا هتطلع مني جنسيه. لو واحده عندها البيريد بيعرف يشم انها لا كات عادي. بيشم الهيموجلوبين، بيشم اي حاجه، بيشم الهيموجلوبين يعني لو عدى على مكتب يعني في وسط البلد كده معين هتفرقع هتفجر فعلا. قال لك او لو انفجار دخل في سيرفر الميدان. ديسكورد مثلا اخيرا هتتفجر. بس ففي الاخر هيفضلوا يدوروا على كيرا لحد ما هيلاقوا كيرا في الاخر. تمام. وهيقتلوا كيرا وهيخلص بارت 4. وبارت 4 ده من اعظم البارتس. ليه؟ عشان هو مضحك، عشان فيه سلايس اوف لايف، عشان فيه فايت سينز حلوه جدا، وعشان المين فيلن بتاعه اللي هو كيرا يوشيكاجي
من الفيلنز اللي بحبها فشخ. ديو ما كانش ليه امبريشن قوي في الارك هنا، بس هو الارو المفروض ان هو اصلا مات بس. بالظبط هو مات، بس هو لسه بقول ازاي هقول لك. لعنته هتكمل. خش بقى على الارك اللي بعديه بقى، ايه السايكل Part ده five. ولا ايه يا عم؟ بارت 5 بقى. ستون اوشن باين صح؟ لا فينتو اورو او اوريو، مش عارف بنطقها ازاي، بس هي اسمها جولدن وينج بالانجلش، بس أيوة. هي ايطالي. جولدن ويند. جولدن ويند. جولدن وينج مش وينج تقريبا. لا، والله. ويند ما علينا. المهم برينلس وينج ده بيتمحور حوالين جورنو ده ابن ديو، تمام، بس هو كويس، هو من الجوسترز برضه، عشان ديو كان معاه جسم جوناثان، ده ابن ديو ابن الخليط بالظبط، خليط، بس هو كويس. هنا بقى القصه دي ممكن تعجبكم شويه. هي عباره عن في ايطاليا في ايام العصر بتاع المافياز، تمام. فجورنو كان شايف ان هو عايز يبقى مافيا، عايز يخش المافيا جدا وعايز يغير المافيا، بس هو عنده مشكله ان هو بيكره المخدرات. هو وبوتشاراتي اللي هو هيقابل الكاركتر اللي جنبه. بوتشاراتي الابيلتي بتاعته ان هو بيفتح سوسته في اي حاجه، بيفتح سوسته في اي حاجه في حياته، يعني هي اي حاجه. سوسته لو ضربك في وشك هيعمل لك سوسته كده، هيفتحك كده ويخش جواك حرفيا. الكاركترز هنا بتبدا تتغير شكل الكاركترز. ودي بتنزل دم الصراحه. لا صحيطه فتح السوسته. اسمه زيبا مان تقريبا، حاجه زي كده. بجد والله؟ والله قابلنا نشوف حاجات غريبه اقسم بالله. وقت فرخه طلع كهرباء مش فار بيضرب مسدسات وحاجات غريبه. ف ده قصه بتمحور حوالين ديو، مينلي ابن ديو، تمام. بيوريك ان هو طلع شخص كويس. هيعرفوا ان كويتشي باي ذا واي ده واحد من الكاركترز اللي كانت موجوده في بارت 4. كويتشي ده جوتر هيعرف اوكي ابن ديو، طب احنا عايزين نشوف جورنو ده نظامه. هيروح يودي كويتشي، جوتر هيودي كويتشي هيقابل جورنو هيسرق منه فلوس ويطلع يجري من اولها كده. حرام زي ديو بالظبط. سرقه وجري. سرقه وجري على طول، راح اشترى بيها ايس كريم. ابن ديو يا ابني. ايه الابيليتي بتاعته هو اللي بيفتح سوسته صح؟ لا ابن ديو ده بقى اللي هو جورنو الابيليتي بتاعته ان هو اي حاجه بيحولها لحاجه حيه. يعني مثلا ممكن ياخد منك ساعه يحولها لفراشه. طب وايه القرف ده؟ استنى بقى، ايه القرف ده؟ الابيليتي بتاعته قويه جدا، قويه فشخ. بدايه يعني ممكن احول لي فرخه مثلا، ممكن احول لك فرخه بتطلع كهرباء. بالظبط، حاجه حلوه. فالابيليتي بتاعته بتدي الحاجه لايف، فاهمني؟ بتجيفز لايف. ده بالنسبه للابيليتي بتاعت جورنو. فهيقابلوا جورنو، وهيبقى في جورنو هيقابله ناس من المافيا، هيحاول يخش المافيا. اول حاجه هيقابلها كاركتر اسمها ابيليتي بتاعته اسمها بلاك سابث، اسمه تقريبا كان مش بوتشي، لا بان بالظبط، على اسم بان. احسنت يا جميل، مثقف. عنبه وقرف. المهم يعني ايش شغال. فالابيليتي ده هيقابل الواد، واد تخين فشخ كده، كان عايز يدخله المافيا فاداله تاسك امبوسيبل. بلاك سابث ده كان مش فاكر الابيليتي بتاعته كانت بتعمل ايه قوي بصراحه، بس هو كانت كاركتر فاكر اسم الابيليتي وفاكر اسم الباند وفاكر اسم الواد وفاكر كل حاجه، مش فاكر الابيليتي بتعمل ايه بصراحه. بس فهيقابل بلاك سابث، وهيقابل الواد اللي هو بتاع بلاك سابث، واد تخين فشخ يعني 400,000 كيلو تقريبا. والطريقه اللي هو هيموته بيها طريقه حلوه جدا. هو وزن تقيل، هيكون بياكل سندوتش، تمام. هو قلت لك ان هو بيحول الحاجات، فالسندوتش ده هو حاطط السندوتش، تمام. السندوتش ده اصلا مسدس متحول، وهو بياكل السندوتش، مسدس هيتحول للسندوتش، هيطخه في دماغه، مات على طول كده. انتهينا من بلاك سابث. يبدا بقى بوتشاراتي ده واحد من المافيا اصلا، واللي مات ده كان من المافيا. بوتشاراتي بقى يبدا يدور مين ابن الذين اللي عمل كده، لحد ما يقابل جورنو اللي بيفتح سوسته. اول ما يقابل جورنو هيفتح سوسته كده، كان قاعد جنبه في الباص، فاهم؟ هيقابله كده يقول له بقول لك ايه، انت عملت ايه كذا كذا كذا، هو انت قتلت حد من المافيا عندنا؟ هيقول له لا ما قتلتش. وهيبص له كده، بوتشاراتي واقف جنبه، هيبص له، يفضل باصص له، هيقوم مره واحده بوتشاراتي لحس خده. هيلحس خده من هنا، يقول له انا بعرف الكذاب من اللحس. صباح الهبل. تمام. ده بقى وفاتح سوسته طالع من على طول، ويبداوا يفايتوا مع بعض لحد ما يديكم الباص بالظبط فتح السوسته لحد ما يبقوا اصحاب بقى. هيبداوا يبقوا اصحاب، وهيلاقوا ان هما الاثنين عندهم هدف موحد. شفت ضحكت ازاي وانت بتسمع؟ انت اتفرجت بقى هتنبسط اكتر بجد حلو جدا.
يعني بجد جوجو ممتع فشخ. كنت عم تشوفه والحاجات دي المشكله ان هم ما بيعملوش الحاجات دي كوميدي ان كوميدي واي يعني مش انا كوميدي كوي خالص لسه بيبقى اصلا بيعملها ساوند تراك يعني بالظبط سيريس ديد سيريس هو سيريس بيعمل فشخ كده. واحد مربع فاهم بيلحس وش جيجا تشاد لا مرة بس واحدة. لا الارك ده مش جيجا تشاد بقى الارك ده ما فيهوش جيجا تشاد ابداوا يبقوا بيلبسوا كده حاجات مفتوحه وبتاع يا عم هو اللي تحسهم عليه في كان التجمع يا اسطى هو الرسم الانمي نفسه هو واخد الطابع ده فاهمني حقيقه وملونين كده وبتاع هيلحس هيقوم من سويسرا الكاركترز هنا بتبدا بقى يعني هما الاثنين هيلاقوا هدف ان البوس بتاع المافيا بيعمل يعني بيبيع مخدرات وبيأذي اطفال وكده وبوتشاراتي مش حابب الموضوع ده في اطفال بتشرب مخدرات حرفيا بسبب الموضوع ده ايوه في شبرا ايوه هو اعتبرها مش شغل في جوجو مش هما الاثنين وصلوا لهدف معين ان هم عايزين يمسكوا البوس ده يطلعوا ميتينه عشان ايه ما يبيعش مخدرات تاني في ايطاليا يعني تمام هيقابل بقى بقيه الكرو المافيا ده فهو بوتشاراتي داخل يعرفه على الكرو بتاعه داخل يعرف جورنو على الكرو بتاعه في اباتشيو في نارانشيا في واحد تاني كده خاين مش فاكر اسمه ايه نارانشيا واباتشيو وواحد تاني كده مش فاكر اسمه بس هو خاين فانا مش فاكر اسمه فوجو افتكرت اسمه فوجو تمام فانت كده معاك 5 نارانشيا سامي بطريقه وجورنو وبوتشاراتي واباتشيو انا مش فاكر اساميهم خالص مستحيل افتكر اشكال افكرك شكلهم فاهم افتكر في اسامي اقول لك افكرك بيهم بوتشاراتي اللي هو بتاع السوسه اللي لابس على شكل كده تحس انه لابس لبس بقر نارانشا ده العيل الصغير انا فاكر لحد دلوقتي اللي بيحدف كوره كان اسمه ايه ليه؟ اللي بيحدف كوره بيحدف كوره ده ريزر يا عم ريزر لحد دلوقتي مش زينهم انا مش يا عم. عارف احفظ اسم ريزر ما اعرفش ليه مش جاي معاش يا عم ريزر يا عم اتفرجت على هانتر شفرة. في مره شفرة زينهم هو زينهم يا عم مش زينهم يا عم زينو ده زينو المهم لا يعني مش قصدي على زينهم قصدي على ريزر عايزين خلاص الحلقه اللي هتفضل هنعمل بارت 3 غالبا انا لا. باس 3 غالبا شغال 10 دقايق 10 دقايق مش لا مشكله لسه ألحق. بدري الحق المهم يعني ف برضو زي ما قلت لك كده ديافلو ده بقى هو المين فيلن ومش هيظهر طول المسلسل خالص هتظهر بنته وبنته هياخدوها كانها رهينه هو هيديهم ميشن يا جماعه وصلوا لي بنتي لحد عندي طب انت عايز تاخد بنتك ليه عشان يقتلها تمام فهو راجل شخص مافيا المهم يعني انا نسيت اقول التست بتاع ان هو هيخش المافيا بقى بوتشاراتي بيعرفوا عليهم فهم عايزين يتستوه يعني فيجي اباتشو يعمل حركه وسخه عايزين يشربوه شاي فلا مش يشربوا شاي هيعمل بيبي كده في اسمه يا ربي في الكتل بتاع الشاي او في اسمه ايه اشرب نور دماغ ابريق الشاي هيعمل بيبي في ابريق الشاي كاتل لا ابريق كاتل ده بيعمل كازارولا كمل كازارول في التي بوت بالظبط هيعمل بيبي في تي بوت وجورنو هيمسكه يعمله بالظبط كده جورنو هياخد حاجه هيحول سنانه لابيليتي لحاجه بتمتص الميه مش فاكر كانت حاجه في اليورين هيقوم عامل هيمسك البيبي كده بالظبط كده بلبعه كله بعد كده هيتفه تاني المهم يعني بس هو في الابيليتي بتاع ابنيها كده المهم يعني فهيخش الكرو والناس هتحبه هيبقى لذيذ معاهم وبتاع وبعد كده بقى تبدا الرحله ان هم بيدوروا على الباص ومعاهم بنته تمام في خلال الرحله طبعا هيظهر لهم كل شويه كاركتر مع ستاند ابيليتي يحاول يدمر يهزمهم ولا هيهزموه مش عارف ايه لحد ما نبدا نوصل بقى الحته في سين جامده فشخ هيلاقي واحد كده راجل نارانشا هيدلوا عليه كوبايه كانوا ماسكين واين تقريبا فدلع عليه الواين بالغلط فالواد زعق وانفجر فيهم راجل كده شكله غني يعني هم قاعدين في المطعم قالوا له انت ايه ده انت وقع بدل ما يتاسف له فراح الواد قال له انت شكلك انمي هم بيدوروا على انميز في كل حته بيقول له انت شكلك انمي انت بتزعق لي ليه بيقول له انت انمي قوم ضربه بكوبايه الخمره في وشه كده في الواين وماسكينه ضاربينه علقه بنت وسخ هم مش عارفين ده مين اصلا قالوا انت انمي انت رزعوا بالشلاليت هبقى احط السين دي عشان مضحكه قوي في الاخر هيطلع مش انمي اصلا يعني هيطلع راجل عادي شخص عادي بيتغدى كانوا على حرام والمشكله في واحد اباتش ملوعه اباتش ده اللي هو بشعر طويل هيبقى قاعد مثلا بيشرب شاي كده ولا بيشرب قهوه وبعد كده يقول ايه ده انمي وهو بيشرب كده في نص بتاعه طالعين حلقه وسخه تمام لحد ما بعد كده بقى يحاولوا يدوروا على البوس في الاخر اللي هو ديافلو في النص كده في ارك في حته حلوه قوي في مانجا بانل بيمسكوا واحد بيقطعوا دماغه بالسوسته طبعا بيقطعوه بالسوسته ياخدوا دماغه ويعلقوه من جفن عينه بالسناره ويحطوه في نص الشمس ويحطوا نظاره قدامه فانعكاس الضوء يجي في نص بعد كده هيخشوا يقابلوا ديافلو اكشولي ديافلو ده عنده انفصام في الشخصيه تمام
في كاركتر منه اللي هي الشخصيه عبيطه جدا بيتصل بيه كده هو بيكلم نفسه، فهم مش هيعرفوه، هم هيقابلوه فعلا بس هيقولوا ده عيل صغير فمش مشكله يعدوه لحد ما يقتل اباتشي. تمام. بعد كده بقى يبداوا يعرفوا ان ده البوس ده شكله جامد فشخ بجد، شكله حلو يعني، شكله كاركتر ديزاين بتاعه حلو قوي، ستايل تحفه بجد. فهيقابلوا البوس، والبوس طبعا معاه برضو فاكر الارو لقوه تاني، هيظهر ارو تاني شوك يعني. البوس ده معاه ستاند ابيليتي، الستاند ابيليتي بتاعته اسمها كينج كريمزن دول باند بيعملوا اغاني فجره يعني بليز ليسن تو ات. كينج كريمزن مستحيل اسمعها. لا كينج كريمزن بجد باند تحفه. الابيليتي بتاعته ان هو بيرجع 6 ثواني، بيوقف الزمن 6 ثواني وبيشوف المستقبل 6 ثواني. الابيليتي بتاعته صعبه قوي ان انا اشرحها، في فيديو نص ساعه على اليوتيوب بيشرح لك ازاي الابيليتي بتاعته بتشتغل. تمام. فانا مش عارف الابيليتي بتاعته عامله ازاي لحد ما هيبداوا يفايت الزمن. انا راضي. مين بقى اللي هيبقى مفشوخ من ديافلو؟ بولونارف، واحد من ستاردست كروسيدر سيزون 3. ايوه تمام. هيحوله اولا هيفشخه، هيقطع له رجله وهيخليه قاعد بكرسي بعجل. تمام. وهيبقى اعور بعد كده يعني، هيفشخ الراجل وهيحوله في الاخر بعد كده هيحوله لايه؟ تيرتل. هيبقى تيرتل في الاخر، هيبقى سلحفه. انت عايز سلحفه حرفيا، اي حاجه فيها تحويل بتضحكك او شخاخ بتضحك عليها بس. بولنارف اصلا هيشك يعني بعد كده بولنارف هو الابيليتي بتاعته اللي عملت كده، اللي حولت الناس، غيرت اجسامهم كلهم، كل جسم بقى، كل كاركتر اتحولت بقى دخلت جسم واحد تاني، غير ارواح وبتاع عشان شكل جاي من بوليمورف. هو اسمه بولنارف يعني شبيه ايوه هو فرنساوي جاي من يعني بولوبيف. بس بولنارف دوت هو اللي هيكتشف الايدنتيتي بتاعت البوس وهيقول لهم وهيروحوا يفايتوا البوس. بعد كده هيظهر بقى الابيليتي بتاعت الستاند. فاكر الستاند اللي هي كانت بتدي كل حاجه بتخليها تبقى حيه بتاعت جولدن ويند اللي هو بتاعت هيشك نفسه بالسهم عشان يعمل ابجريد للباورز بتاعته. فالابيليتي بتاعته هتبقى جولدن اكسبيرينس ريكويم. الابيليتي بتاعته بقى ان هو بينيجيت اي حاجه في الحياه، بينيجيت اي حاجه في الحياه، هو بيغير الواقع. فهو انفنسبل حرفيا، انفنسبل. هيمسك ديافلو هياكله علقه، هيخليه يفضل يتاكل علقه طول حياته. هو طول حياته عايش في ريبيتيتيف سايكل ان هو بيموت بكل الانواع، بيموت بكل الطرق. ثانوس كان معاه رياليتي. دكتور سترينج قبل 10 درمام في تايم لوب. ايوه هو 10 في تايم لوب كده برضه. بس تخلص هنا جولدن وين يدخلك في عالم تاني ويخليك بقى عايش جوه بقى انت مع نفسك. لا هو مش عالم تاني، هو يدخل دماغه، يدخله في تايم لوب. ستوري. فهنا هيخلص بقى جولدن ويند ارك لذيذ فشخ، و يعني ابيليتيز بتاعته حلوه، وهيبدا ياخد مسار مختلف شويه ان هو مش شادز وبيفايتوا وبتاع. بيبدا طبعا كده بيبقى فيه ذكاء وابيليتيز. في ناس كتير ما حبتش جولدن ويند عشان إيه؟ الموضوع ده، عشان هو اختلف شويه، بس انا كنت حبيته يعني. انا حبيت كاركتر جورنو وكاركتر لذيذ، وبوتشاراتي كان اكتر كاركتر محبوبه. ما هي الفكره كلها ان هو خد مسار كده معلوق مش عارف والله، بس انا حبيته جدا يعني. بس هو هيكسب جورنو، هيكسب الفايت وهيكسب ديافلو، وهيبقى هو الدون بتاع المافيا وهيمنع المخدرات تماما، وهيجوا في الاخر كلهم بيبوسوا ايده كده وبتاع. دون بقى ابن ديو ده عمل كل حاجه حلوه. ابن ديو ده بس شفت كل ده اصلا. ايوه لحد ما نخش بقى على بارت 6. بارت 6 يا باشا بقى، ده بارت 6 في البارت 3. بارت 6 ليه في بارت 3؟ هو اخر بارت اتعمل له انمي، فانا مش هتكلم غير عليه. ناس 5 و6. ما هو بارت 6 ده بارت 5 اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع جورنو. لا ده 5 سوري صح. بارت 6 اخر واحد ستون اوشن بيتكلم عن جوتارو بنته بقى جولين. دي اول مره هيجيبوا كاركتر بنت تبقى المين كاركتر يعني. هي تبقى اصلا بدايه الكاركتر منظر بنت. انا مش هينفع اقول الحته دي، بس اول حلقه بارت 6 اخر بارت اتعمل له انيميشن. لسه بارت 7 لسه هينزل له. انا مش هتكلم عليه. هينزل السنه الجايه، فانا مش عايز اتكلم عليه. قوي بارت 6 احلى بارت فيهم بجد احلى بارت فيهم. هو بدايه الارك 7 و8 بسبب البارت 6 اللي هيحصل ده. ديو لما مات كان مثقف قوي قبل ما يموت. خد واحد كده فاذر بريست وقعد يعلمه، كانوا بيشزوا مع بعض تقريبا يعني. فاني انف يعني. هو بيجي سين ان ديو اصلا قاعد بيقرا في كتب منهم القران، ودي حاجه غريبه. فديو بيحاول ياتشيف هيفن، عايز يطلع الجنه،
فهو بيشوف ايه اللي ممكن يعمله عشان يوصل للجنه. تمام. ف ديو مات. مين اللي بيحاول يكمل مسيرته؟ فاذر بوتشي. فاذر بوتشي ده فاذر معمول وديو مات priest. 50 مره فاهم. لا هو مات اصلا خلاص. ديو ده من مات بعد في ما- سيزون 3 جاب ابن غير شرعي بجسم جوناثان بالظبط. اللي هو بوتشي ده كان واحد ظهر في السيزون معاه، 5. جاله اصلا في مصر. بوتشي كان قاعد معاه في مصر. بالظبط. جوتشي قابله في مصر. جوتشي، جوتشي. ورجعوا بعض. جوتشي جوتشي فاذر جوتشي ده هو هيبقى قاعد في طيب. السجن. يعني هو بريست في السجن وبيحاول يأدب الناس في سجن نسا يعني. تمام. سجن نسا. نسا بيحاول يقدم الناس. اصلا بدايه جولين بتظهر بطريقه وهي قاعده عريانه بتعمل حاجات كانت في مخلة السجن الأقلام. تقريبا عشان السجن. قتلت حد باين. تمام. او سرقت حد. قتلت. المهم يعني ففاذر بوتشي ده عرف انها من عيله الجوسترز بقى، فقال لك عيله الجوستر لازم اخلص عليهم عشان دي فاذر بيحاول جوتشي. يخلص عليهم. فاذر جوتشي جوتارو هيسمع يقول لك ان في حاجه عظمه من جسم ديو. العظمه دي مشكله. هما بيدوروا على العظمه دي. العظمه دي ممكن تاتشيف بون تقريبا، حاجه زي كده. العصعص. اللي بيعملوا بيها اعمال تقريبا صح؟ لا العصعص. دي العظمه اللي في الفخذ، انما دي العصعص دي اللي بتفضل موجوده من جسمك لما بتتحلل. لوح كتف. أيوة. السكابيلا الكتف ده صح؟ بتاع بس. السكابيلا انت قصدك على اللي بيتباع بعد السكابيلا. التحليل؟ دي العصعص. العصعص غالبا. اخر عظمه في هو العصعص. يلاقي العصعص تقريبا بتاع ديو، فهيحاولوا بقى ان هم ريليجيوس قوي الموضوع ده، ده حاجه يا ابني البتاع أيوة، اصلا أيوة. البتاع اصلا بيعرف يعني في يعوم. ناس بقى وصفته ان في الحاد وساعات اسقاطات دينيه وحاجات غريبه. في اسقاطات وفي يعني اسقاطات في كتير. حاجات دي حاجات كتير كتير جدا. لازم لا. تبقى مفتح مخك وتتفرج هو والله بيحاول ياتشيف هيفن فاذر بوتشي دوت. فبس فهو ياخد السيزون البون ده بتاع تهاجم عامة كتير. ديو، عشان ديو كان فامباير وكان معاه ستاند ابيليتي اللي هي ذا وورلد والجسم بتاع جوسترز، فهو اتشيفد البينيكل ان هو البينيكل اوف بينج ا هيومن بينج. يعني هو خلاص بقى انتيتي تانية قويه. في ناس كانت بتعبد ديو اصلا في المسلسل يعني، فاهمني؟ ففاذر بوتشي ده كان واحد منهم. فقال لك بس ان هو هيحاول يريزركت ديو تاني، ولو ديو اتعمل له ريزركشن كده هناتشيف الهيفن. تمام. هيعرف يوصل للهيفن ده. بس فقصه بقى في السجن ابيليتيز بتظهر، ستاند يوزرز بيظهروا، فاذر بوتشي بيظهر كده بيحاول ان هو يقتل جولين. جوتارو بيحاول يزور بنته عشان يطلعها من السجن. للاسف اسمه يا ربي فاذر بوتشي هيسرق الابيليتيز بتاعته على ديسك، بيسرق الميموريز بتاعته، بيسرق الستاند بتاعه. ايوه يحطه بس في ديسك. الميموريز بتاعته دي الابيليتي بتاعته. ديسك السي دي يعني سي دي بيطلعها هي من بقى طول الوقت عايزه تعرف وعايز يعمل ايه الابيليتي بتاعته اوفر بارت فشخ. الابيليتيز بتاعت ابوه ذكرياته يعني كان اسمها حاجه سنيك، مش فاكر ايه، بس حاجه سنيك كده يعني. بس فهيحاول طبعا بقى نبدا الفايت ما بين جولين بتحاول تدور على فاذر بوتشي عايزه تقتله. هيظهر كاركتر اسمها ويذر ريبورت عشان ما يعملش ريزركت ديو. بالظبط. عشان عايش زركت وذر عشان ريبورت تعرف ده بقى يعمل ايه أخو بالابيليتيز بتاعت بوتشي. ده ابوه. لو صح هيفشخ الدنيا. هيفشخ الدنيا كلها حرفيا. فاذر بوتشي ليه اخ اسمه ويذر ريبورت، كاركتر مهم جدا بتتغير يعني كاركتر قويه فشخ بتتحكم في الويذر. وبعد كده هو كان عنده ده memories- جاد مود بالظبط. ناسي الابيليتي بتاعته ان هو من أقوى الابيليتيز. لا الناس اللي بعد كده على فكره هو الميموريز بتاعته جاد هو مود يا ابني. ما سرقش الستاند. مش اخوه للدرجة. ما سرقش الستاند ابيليتي بتاعته، سرق الميموريز بتاعته عشان لو اكتشف الميموريز بتاعته هيعرف ان الابيليتيز بتاعته دي اوفر بارت فشخ. هيرجع الابيليتيز هيفتكر بقى ساعتها ان الابيليتي بتاعته دي بتخليه يغير حتى في الجو وينزل حاجات من ايام. فاكر لما سيدنا موسى اللي بينزلوا أيوة. جراد والكلام ده بيعمل كده برضه. بينزل جراد وبينزل ريليجيوس اس فاك ما يعني. انا بقول لك بينزل جراد وينزل هو السيزون ده بقول لك اتعجب جامد. حاجات غريبه. في حاجات من الاسلام انا بقول لك السيزون ده اتقال يعني ان مش هو ما اظنش انها حاجات اصلا من في الإسلام شذوذ، يعني. واتقال ان هو في في حاجات الحاد كتير أوي. وليله فاهم حاجات كتير قوي. بس هو كان سيزون حلو يعني. كان عليه كريتيسيزم قوي اكيد. بس محبوب يعني. سيزون محبوب. هو الناس ما كانتش بتحب جولين عشان هي ما كانتش مين كاركتر قويه قوي او محبوبه قوي. جولين ده ما كانتش بس قوي هي أصلاً. ليها كاركتر ديفلوبمنت منظر حلو. زباله. لا كانت ايه لذيذه. اللي كانت كانت لذيذه؟ لذيذه. كانت كاركتر لذيذه يعني. اوه بس كانت شاد قوي. فبعد كده بس لحد ما يوصل للفايت هنحاول نوصل نقتل بوتشي. طب مش عارفين نقتل بوتشي. طب جوتارو. طب نجيب السي دي بتاع جوتارو عشان نرجع له الابيليتي بتاعته تاني. الابيليتي بتاعته جوتارو بيرجع بيوقف الزمن زي دور زي اسمه يا ربي زي ديو. وعشان كده هو كسب ديو. انا ما قلتش كده بس هو ده اللي بيحصل ان هو اكتشف ان ستار بلاتينم وذا وورلد هما الاثنين نفس الابيليتي نفس الستاند. ايوه. فده الوحيد اللي يقدر يهزم بوتشي لحد ما نوصل لمرحله ان بوتشي في اخر الساكريفايس وبوتشي كانت ايه الابيلتي بتاعته؟ بياخد الميموريز في السي دي. تمام. لحد ما بعد كده بقى يا باشا ما انا بقول لك بقى هو هيجي فايت جوتارو. هيوصل للمرحله فعلا ان هو هيبدا يريزركت ديو بالعظمه دي. بس هو مش هيريزركت ديو. هو الابيليتي الستاند ابيليتي بتاعته هتعمل لها ابجريد اكتر زي مين؟ بتاعت بوتشي. الستاند ابيليتي بتاعته دلوقتي هيبدا بقى ان هو بيرجع بالزمن
بيطلع الزمن ويرجع بالزمن بيلف العالم حرفيا، بيتلاعب بالزمن عموما، بس مش بيوقفه، بيتلاعب بيه حرفيا، بيعمل تايم سكيب. تمام. فادر بوتشي هيجي ديو هيكون بيوقف الزمن. الابيليتي بتاعت فادر بوتشي ما بتتاثرش بتوقيف الزمن تقريبا، او تقريبا لا بتتاثر بيه، مش فاكر يعني. المهم ان هو هيكون عارف ان جوتارو عنده سوفت سبوت ناحيه بنته في الاول وفي الاخر. تمام. هيكون رامي شويه سكاكين في السماء موجهه ناحيه بنت جوتارو، وجوتارو هيتحط بين امرين، يقتل فادر بوتشي ولا ينقذ بنته. ينقذ بنته هيموت، فادر بوتشي هياتشيف هيفن وهيريست العالم كله. كده انتهت قصه الجوسترز اصلا. هيريست العالم كله. هنخش بالظبط، هنخش في الترناتيف يونيفرس، حرفيا هنخلي الكوكب يلف كده. تمام. هنخش في الترناتيف يونيفرس تاني بقى. الالترناتيف يونيفرس ده اللي هو بارت 7 ده في سين كده، في سين كده ده اخر سين صح؟ دي اخر سين خلاص. انا عايز واصلا في اخر السين دي هيظهر، والله بقول لك في اخر السين دي هيجيب الكاركترز، وهي يعني كاركترز هي بس في الترناتيف يونيفرس تحت اسم تاني وابيليتي وافكار. فادر بوتشي ولا هيعمل كده بالظبط. ده هيبقى هيقلب جاد مود بقى بالظبط، بس هو مش هيظهر تاني بعد. مش هيظهر تاني خلاص. خلاص كده خلاص هيخرب بس الدنيا كده خلاص خرب الدنيا خلاص. سيزون 7 اصلا. بارت 7 انت عارف للاسف بارت 7 هيبدا بقى بالترناتيف يونيفرس مع بس كاركتر لا، ثانيه اسمها جوني جوستر. بس ده احلى بارت فيهم. لا مش احلى بارت والله فيهم. شوف لما يتعملوا ريميك هنشوف. انا عايز احط لكم ازاي اراكي فعلا هو ارتست جامد فشخ. اولا اراكي زي ما قلت لك اللوفر كان فيه يعني اكسبيشن صح؟ اكسبيشن اتعمل ليه هناك. تمام. عرضوا فيه الحاجات بتاعته. باي ذا واي الجابانيز بارالمبيكس اللي هي الاولمبيكس بتاعت الناس اللي عندهم ذوي احتياجات خاصه، اللي عندهم ديسابيليتيز بالظبط، اللي كان عامل اللوجو اللي كان عامل الارت بتاع البارالمبيكس كان اراكي. فدي حاجه كبيره فشخ ان هو ارتست تقيل جدا. تمام. زي ما قلت لكم طبعا هو الكاركترز في سيزون 8 و 7 هيبدا بقى ان هو يبقى انفلونس باي المودرن وورلد. مش المودرن وورلد، لا احنا قلنا ان هو كان بيبقى انفلونس بالاغاني. سيزون 8 تقريبا هيبقى في امريكا. لا سيزون 8 مش في 2020 مش فاكر. لا في 2020 جديد. بس سيزون 7 انا عارف ان هو هيبقى في اكتشاف الامريكا زمان، اكتشاف امريكا بقى عاملين ستيل بول ران، سباق حصنه في امريكا زمان. ما علينا يعني. المهم ان بعد كده بقى هيبدا يشفت من ناحيه الاغاني، ان الستاند ابيليتيز هتبقى واللبس بتاعهم هيبقى حاجات جايه من الفاشن شوز. ان مثلا حاجات زي حاجات جوتشي وفيتشي والكلام ولا مش فازر جوتشي ايه حاجات غريبه يعني جوتشي يعني فاهم، وحاجات البراندز المعروفه يعني. هتلاقيه بقى بيجيب اللبس بتاع الكاركترز حاجات طلعت اصلا في فاشن شوز قبل كده. ايوه دي حاجه حلوه فشخ. هو شخصيه بصراحه، هو شخصيه جامده جدا. شكله عنده يعني حاجه 60 سنه، شكله كانه هو الناس بتقول ان هو فامباير اصلا. يعني هو عامل فامباير شكله ما بيصغرش ما بيكبرش قصدي. صغير ده صغير. كيرس وبنجامين. بس انترستنج انمي عامه يعني. هو انترستنج. انا عايز اشوف اخر سين. لا ما انت عملت كده. هو على فكره كل يعني ارك بيجيبوا يعني مثلا زي ما قلت لك انا كين كريمزن كان بيرجع بيوقف الزمن ويطلع سكيب ست. حلو السين الاخير لما يعمل ريست حلو قوي. بس هعمل كده. والله اسمع مني. ليه هتتقفل؟ مش هتتفرج عليه. هتقفل ليه؟ اتفرج عليه كلهم بالكرونولوجيكال اوردر بتاعهم حلو قوي. ما هو قال لي خلاص القصه كلها. لا بس انت بتشوف. انت ما شفتش اي حاجه. انا عموما ما اتكلمتش ان ديبث. مفيش في كاركترز كتير مهمه. انت اول 8 حلقات هتكره عيشتك. الريفيو بتاعي يا جماعه انا زي ما قلت كده بارت 4 ده المفضل الى قلبي. هو في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش. في ناس بتحب بارت 3 اكتر واحد، يعني اسلام بتحب بارت 3 اكتر واحد. انا بحب بارت 4. بارت 5 حلو. بارت 5 كان جميل جدا عشان شفنا ابن ديو. يعني احنا خلاص ديو مات فاحنا بدانا نشوف ابنه وقد ايه ابنه ما كانش انفلونس ان ابوه شرير، بالعكس ده هو كان مع الجوسترز اكتر. يعني هو تحسه جوستر وهم حاطينه مع الجوسترز. هو جاب من جسم جوستر بالظبط. جورنو جوفانا. تمام. بارت 5 كان حلو. الستاند ابيلتيز جميله جدا. السيتنجز كلها كانت معموله في ايطاليا اصلا. يعني هتلاقي اراكي دايما بيحط حاجات من العالم حقيقي فاهمني. هتلاقيه جايب سينز في اماكن حقيقيه. ايوه زي مثلا قصر النيل في ايطاليا هتلاقيه حاططها في معابد كتير موجوده لوكيشنز حقيقيه بالظبط. ايوه. فبارت 5 كان كريفيو انا عجبني برضو. بس بالنسبه لي if I can rank them بارت 4 بارت 3 بعد كده نبقى بارت 5
ده Part 6 6. وبعد كده 5 بس بارت 7 طبعا هو اكتر واحد بحبه يعني لحد ما يتعمل له انيميت عايز اشوفه يعني. بس بارت 6 كان جميل جدا. شفنا كاركتر جديده بنت which is new عشان هو هيجي مفيش السنبات بالظبط مفيش بنات ككاركترز جوجو يعني المين كاركتر بنت دي اول مره. شفنا جوتارو تاني شفنا الانفلونس بتاع دي عامل ازاي. وشفنا بوتشي هو بيريست العالم وبيرجعنا alternative universe. بس فجوجو يا جماعه اتفرجوا عليه اتس هايلي ريكومندد بجد. انمي تحفه. انمي اوف ذا ويك مش هيبقى جوجو برضو. جوجو ده مش هينفع يبقى انمي اوف ذا ويك. مش هينفع نعمله ريفيو بعد اسبوع خالص. لو حد اصلا بيتفرج على انمي اوف ذا ويك اتفرجوا عليه يعني ما تخلونيش احرق دمي كده كل شويه عمال احرق انمي اوف ذا ويك انمي اوف ذا ويك. المهم يعني انمي اوف ذا ويك هيبقى ايه الاسبوع ده. ممكن تقول انت انمي اوف ذا ويك ايه رايك؟ انا مش عارف بصراحه مش هكدب عليك مش جايب حاجه في دماغي والله دلوقتي. ليه يا عم؟ ما فيش حاجه عدله ما فيش حاجه لا عدله. ممكن انمي اوف ذا ممكن ويك نقول حاجه من زمان. انا اقول لك لا ممكن انا شفت اقول لك انا في اقول لك ممكن نتفرج عليه لسه عامل ريواتش الموب سايكو جامد قوي. موب سايكو انمي اوف ذا ويك. موب سايكو موب سايكو نفس الانيميشن بتاع وان بانش مان عليه. لا نفس المانجاكا مش نفس الانيميشن. نفس الانيميشن شبهه بالظبط نفس الرسام نفس الرسام ونفس الانيميشن. لا استوديو مختلف. انا مالي بالاستوديو انا بتكلم عن تطبيق المانجا هو نفس الكاركتر. اتفرجوا على موب سايكو يا جماعه سيزون 1 سيزون 2 سيزون 3 هتعيطوا في سيزون 2 على السينز كاركتر ديفلوبمنت بتاع موب سايكو. تو اندنج لازم بريس سبسكرايب لايك سبسكرايب اعملوا كومنتس ارجوكم يعني حاولوا تنتراكتوا معانا يا اما هزهق ومش هعمل حاجات تاني. هو شكرا انكم اتفرجتوا على ميد ان هيفن. اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من ساده سوكيتو